بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة العربية كلها طيبة. يعود عليكم وعلينا الأيام بخير. رمضان كريم. احنا دلوقتي هنعمل مع بعض الفول. أنا نقع الفول من بالليل. جيت أنا الساعة 12 الظهر كده. آه، طلعته من المية، حطيته في حلة وحطيت شوية عدس وشوية رز مغسولين عليه، وبشرة طماطماية وحطيتها عليه، وجبت مية من الكاتل. مية سخنة. كده المية سبتها اما تغلي كده وهدت، وقمت حطها برضو عليه. طبعا بنعلق عليه على نار هادية خالص. نسيبه لمدة 8 9 ساعات على نار هادية، بيطلع بالمنظر ده وبالشكل ده وبالطعم الجميل ده. طعم أيام زمان، طعم الحاجة اللي هي واخدة راحتها في السوي. الطعم الجميل مش باستعجال ولا حاجة، لا، واخدينه على الهادي خالص. الطعم المصري الأصيل، طعم أيام زمان. شوية فول يعني بصراحة بيتكلموا عن نفسه، عظمة. آه طبعا بقى محتاجين شوية زيت عليه صغيرين ونطرة ملح وخلاص. ده الطعم بتاعه، انا ما بحبش اغير في طعمه، هو ده الطعم اللي انا بحبه. يا رب تكون الوصفة سهلة وعجبتكم. متنسونوش بقى باللايك، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة